ملي كتبغي تشري دارك، اول حاجه كدير هي تسيني عقد الوعد بالبيع مع البايع، ومن بعد كتدور على الابناك باش تاخد فكره على القدره الاقتراضيه ديالك وتقارن نسبه الفائده وحتى شروط عقد السلف اللي كيقترحوا عليك. من بعد اختيارك للبنك اللي كيناسبك، كتاخد موعد مع المستشار البنكي باش تقدم الملف ديالك. في هذا الموعد كتعطيه جميع الوثائق المطلوبه لتكوين ملف التموين، فحال كشف الأجر الخاص بك إلا كنتي موظف، أو الكشف الضريبي والأصل التجاري إلا كنتي تاجر، بالإضافة لعقد الوعد بالبيع. في هذا الموعد المستشار البنكي كيطلب منك أيضاً اختيار التأمين على القرض اللي كيحميك في حالة الوفاة أو العجز عن العمل. وأخيراً تحديد ضمانة القرض البنكي، إما بالرهن العقاري أو ضمان شخصي. غير كتاخد الموافقة على القرض، كتعلم الموثق وكتفقوا على التاريخ باش توقعوا العقد البيع النهائي، وفي نفس الوقت كتعلموا المستشار البنكي باش يحول ليه الفلوس. الموثق هو اللي كيتقدم بطلب تحويل الأموال وكيحدد الوقت والقدر المالي. وما تنساش تتأكد باللي المستشار البنكي ديالك توصل بالوثائق المطلوبة، حيت إلا ما تحولوش الفلوس قبل التوقيع البيع غادي يتأجل. وأخيراً غادي تملك العقار مباشرة بعد إمضاء عقد البيع، ومبروك عليك.